يسعد أوقاتكم بكل الخير أصدقائي الغاليين. اليوم توقعنا يكون في ثلج، بس مثل ما انكم شايفين صار خفيف كتير، فقررنا نشرب كاس متى وننطلق على مكان في ثلج مرتفع شوي في قاعدة حلوة. يلا، كنت عم فكر اخذ تاكي وسراب وسارة، بعدين سمعت انه الطريق مقطوعة فباخذ بس سراب لانه سهل حملة ومريحة. اتكلنا على الله ومشينا، ومثل ما انكم شايفين الطريق كل ما الى سماكة الثلج عم تزيد لحتى وصلنا للمكان اللي ما بقى فينا نمشي فيه ابدا، وقفت السيارة فاضطرينا ننزل وبدنا نطلع مشي. وهون حمدنا الله وشكرناه انه ما جبنا لا سارة ولا تاكي وبس سراب كانت معنا، فاضطرينا ناخذ كم صورة قبل ما نمشي لانه كمان ما فينا بنحملها كتير لبكتنا. وبلش مشوارنا. مناظر بتاخد العقل، بتنسيك التعب وبتنسيك البرد وتنقلك لعالم تاني. الملك ابو النور قاهر الصعاب. ونحن ماشيين اشتد الثلج كتير واضطرينا نوقف عند بيت شوي. وكان باستقبالنا هذا الكلب سلانا. ارتحنا شوي وكفينا طريقنا، ونحن ماشيين شفنا آثار لكلب أو ضبع أو ما بعرف، مو واضح كتير الآثار. سبحان الله هالمناظر اللي عم نشوفها ونحن ماشيين كأنه بدولة أوروبية أو بالقطب الشمالي، أسكيمو نظامي. بعد هالتعب اللي تعبناه اللي كتير ممتع، وصلنا على المكان المقصود. ان شاء الله بنكفي المشوار بفيديو تاني، لان ما رح نلحق نكفيه بهذا الفيديو، بيصير طويل كتير. يسعد اوقاتكم بكل خير اصدقائي.